أهلا بيكم في آخر حلقة من سلسلة كتاب خدها قاعدة. القاعدة الأخيرة هي شكرا. الكلمة الطيبة ليها تأثير كبير في تعاملاتنا اليومية وعلاقاتنا الأخوية والرسمية والعفوية. الكلمة الطيبة اللي أنا وانتم عايزينها من الناس واللي هم كمان عايزين يسمعوها. لو قلت كلمة طيبة مش هتخسر حاجة، بالعكس هتكسب نفوس الناس اللي حواليك. كلمة شكرا كلمة واحدة سهل تقولها لكن ليها تأثير كبير لا يمكن وصفه. حد من ولادك يلبي لك طلب قوله شكرا، الموظف يخلص لك أوراقك قوله شكرا، تحاسب البقال على مشترياتك وتقوله شكرا، وهكذا في كل الأحوال اليومية اللي بيحتاج فيها الطرف اللي قدامك إنه يسمع منك كلمة شكرا. ومن أكتر الناس اللي بتحب الثناء هي الزوجة، فأشكرها على اهتمامها بيك وعلى ترتيبها للبيت وإعداد الطعام وعلى حسن تربيتها للولاد. الشكر بيبقى زي الوقود للحياة وبيجددها. جرب تقولها وشوف تأثيرها على اللي حواليك. الشكر ممكن يكون باللسان وهو أسهلها، وممكن يكون بالمكافأة المادية أو المعنوية، ومن المناسب كمان تربية الأطفال على إنهم يقولوها وتعلمهم أهميتها. قوله لو أخوك ساعدك في حاجة قوله شكرا، لو الأم عملت الغدا علم ولادك يقولوا لها شكرا، لو الأب عمل حاجة كويسة علمي ولادك يقولوا له شكرا، وهكذا. ولبعض الزوجات تضحيات مجهولة وجهود خفية في رعاية الزوج والولاد والبيت تستحق عليها أصناف من الشكر والاهتمام، وما ينفعش نعدي التضحيات دي ونقول إنه أصلا من واجبها. غالبا بنسمع الأفاضل من الموظفين والمدرسين والطلاب إنهم مش محتاجين منهم مال أو أجازة أو راحة، كل اللي هم محتاجينه هي كلمة شكرا انت مقصرتش. هتحسسهم إنهم مقدرين أعمالهم وحاسين بوجودهم، محتاجين بس التقدير. ففي أجواء العمل مهم جدا مكافأة الموظف الكفء بخطاب شكر على الأقل، وزي ما المدير بيطلب الشكر والتقدير من اللي أعلى منه، عليه كمان إنه يقدم الشكر للموظفين اللي تحت مسؤوليته ويكافئهم. خطاب الشكر بالنسبة لك ممكن يكون ملوش معنى، لكنه هيبقى حاجة كبيرة قوي بالنسبة له، وهتلاحظ تغيير كبير وظاهري في أدائه. بستغرب جدا من الناس اللي ما بتقدرش تقول شكرا، والأغرب إنهم في المقابل بيستنوا يسمعوها من الناس في نفس الوقت اللي بيرفضوا إنهم يقولوها. قول شكرا للي يستحقها، ما تفتكرش إنها كلمة صغيرة ملهاش تأثير. لو كل اللي عمل حاجة حلوة للي يقوله شكرا هتكبر مساحات الجمال في العالم. قول شكرا وما تستناش عفوا. وأخيرا شكرا لكل اللي سمع ال 22 حلقة، ولكل اللي كتب رأي أو توجيه أو ملاحظة. استنوا سلسلة حلقات قوية بتتكلم عن العلاقات الخطرة. وبس كده، أشوفكم في حلقات تانية. باي باي.